اهلا بيكم في حلقه جديده. معاكم محمد ممدوح، والنهارده احنا جايين نتوقع توقعات محنكه كده لابطال الدوريات الخمسه الكبرى. واللي هنضيفه معانا بقى النهارده هو الدوري الجديد كده اللي بدا يشرق اشراقه جميله من بعيد كده، اشراقه مليانه فلوس كتيره، وهو الدوري السعودي. الدوري السعودي حاليا هو واحد من اقوى الدوريات الموجوده في العالم دلوقتي بسبب الصرف اللي صرفه. هو حاليا اكتر دوري صرف السنه دي على الميركاتو، واكتر فريق صرف السنه دي هو الهلال السعودي، اكتر من ارسنال ب 100 مليون يورو. فاحنا هنتوقع النهارده مين اللي هيكسب الدوريات الخمسه الكبرى، وهنتوقع كمان مين اللي هيكسب الدوري السعودي. طبعا التوقعات دي هتبقى توقعات محنكه كده من اللا شيء، يعني فاهم، توقعات كده ريحتها وحشه من بعيد كده. فاحنا هنتوقع وهنقول راينا، فخليكم معانا. بس يهمني ان انا اسمع رايك تحت برضه في الكومنتات، فانت اسمع التوقعات وقول لي رايك تحت دلوقتي. قبل ما نخش في الحلقه ما تنساش تنزل تشترك، علشان عايزين نوصل لاول 1000 مشترك خلال الفتره الجايه في اسرع وقت ممكن، لان ده هو هدفنا، فعايزين نوصل. ما تنساش تشغل جرس التنبيهات عشان توصلك حلقاتنا الجديده اول باول. ويلا بينا عشان ما اطولش عليكم بالانترو، يلا بينا نخش في الحلقه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني انا مش عايز اتكلم عن الاثنين دوري دول، يعني الدوري الفرنسي والدوري الالماني انا ما كنتش عايز اتوقعهم اصلا السنه اللي فاتت، بس توقعتهم صح. يعني لولا ان البايرن اصلا كان هيخيش السنه اللي فاتت، كان خلاص فاضل له تكه، ويعني هم اصلا حسموا الدوري في اخر ماتش، وبسبب ان بروسيا دورتموند ما عرفتش تكسب الماتش بتاعها. لو كانت دورتموند كسبت الماتش كنت خيشت في التوقع ده. بس حاليا يعني مش هنفتي كتير، يعني هو بايرن هيكسب الدوري الالماني وباريس هيكسب الدوري الاسباني. مش محتاجه رغي كتير يعني، ومش هنخش في تفاصيل كتير. رغم ان باريس سان جيرمان يخوفه بسبب ان لويس انريكي كمان برضو مش متفاهمين مع الاداره وفي مشاكل، ولسه مبابي مش معروف هيمشي ولا لا، ولسه الدنيا مش متظبطه، بس هنشوف. خلينا بقى نبدا بالدوري الايطالي اللي هنبدا نتكلم فيه شويه شويه. الدوري الايطالي انا حاولت اتابعه كده من بعيد لبعيد، بس للاسف فقد بريقه وفقد اهميته سنين كتيره. بس حاليا يعني نقدر نقول ان الفرق بدات تقف على رجليها بعد ما عملوا ميركاتو نوعا ما، يعني في ريحه ما من بعيده كده. بس نقدر نقول يعني ان الدوري هنشوف منه شويه ماتشات حلوه. بس حاليا اللي نقدر نديله يعني المركز الاول وبطل الدوري الايطالي هو انتر ميلان. انتر ميلان انا حاسس ان هو بالرغم يعني ان هم هيبيعوا لوكاكو خلاص وباعوا اونانا، الا ان هم يعني يعتبر اكتر فريق متزن شويه في الدوري الايطالي، واكتر فريق يعني عامل شويه يعني نتائج ايجابيه كده وحاجات ايجابيه نقدر نشوف فيها يعني حاجات. فحاليا اقدر ادي المركز الاول وصاحب الدوري الايطالي اللي هيكسب السكوديتو هو انتر ميلان. بس بقى اللي هيجي بعديه على طول في المركز الثاني واللي هينافسه بقوه جدا السنه دي في المركز الثاني هو نابولي. نابولي بالرغم ان سباليتي ماشي، الا ان لسه في عناصر كتيره مهمه لسه ما مشيتش. كافارا لسه موجود، اوسيمان لسه موجود، رغم ان هم باعوا كوليبالي، الا ان يعني على ما اظن يعني ان لسه برضو الكتيبه موجوده، والكتيبه تقيله جدا على ما اظن انها تقدر تنافس الدوري الايطالي بشده. بس على ما اظن ان انتر ميلان هيخطف منهم المركز الاول وهيكسب السكوديتو. اما نقول بقى في المركز الثالث وهو هيبقى اي سي ميلان. اي سي ميلان بالرغم ان هو برضو عمل برضو ميركاتو نوعا ما كويس، الا ان اي سي ميلان حاليا المشروع بتاعه ميت خالص. وحاليا ان الاداره دايما الميلان من ساعه 2010 و2009، ساعه ما الميلان بدا يقع جامد جدا، كانت دايما المشكله في الاداره، وان لغايه دلوقتي الاداره مش عايزين يغيروها، مش عايزين يشوفوا بديل ليها. على ما اظن ان الميلان هيقدر ينافس على مراكز دوري الابطال، لكن ما اظنش ان هو هينافس على بطوله الدوري. اما نقدر نقول بقى في المركز الرابع وهو هيبقى يوفنتوس. بالرغم ان يوفنتوس بيمر بمشاكل كتيره جدا وعندهم فضائح كتيره بسبب الامور الماليه، يعني تقريبا دلوقتي اللي بقى عايز يسرق فلوس بقى بيروح يوفنتوس، علشان اي مشكله واي فضيحه ماليه موجوده في الدوري الايطالي بيروح اليوفنتوس. فبالرغم من ان يوفنتوس بيمر بمشاكل كتيره ماديه، الا عن ما اظن برضه حاله متزن شويه، ونقدر نقول ان هو هينافس على مراكز دوري الابطال، بس برضه ما اظنش ان هو هينافس على الدوري الايطالي. خلينا بقى نخش على الدوري الاسباني، ويعني مش محتاجين نتوقع كتير، يعني هو غالبا ريال مدريد، برشلونه، اتلتيكو مدريد هم الثلاثه هيبقوا من اول 4 مراكز ما فيهاش كلام يعني. اما اللي ممكن نحشرهم في المركز الرابع وهو فياريال. فياريال يعني بعد ما اللي انتوا شفتوه في ماتش برشلونه فياريال من كام يوم، انا اظن فياريال
خصم رخم جدا على كبار اسبانيا كلها، ويعتبر خصم تقيل جدا. ولا سيراميكا اللي هو ملعب فياريال، ملعب اكتشفت ان هو رخم جدا لما ليفربول لعبوهم في دوري الابطال. فلا يعني هو ملعب تقيل جدا وملعب رخم جدا، فعلى ما اظن ان فياريال هيبقى خصم تقيل وهيرخم يعني على كبار اسبانيا، بس على ما اظن ان هو هيضمن مركز مؤهل لدوري الابطال. اما بقى نتوقع مين اللي هيكسب الدوري الاسباني، وهو برشلونة. معلش، انا اسف، حقك عليا والله، يعني للاسف يعني ده للاسف توقعي، برغم ان انا قلبي واجعني يعني على التوقع ده. بس انا شايف ان برشلونه هو يعني انسب فريق حاليا ان هو يقدر يكسب الدوري الاسباني. حاليا ريال مدريد عندهم مشاكل كتيره جدا، لعنه الاصابات دي، والميركاتو اللي خلاص تقريبا فاضل له يوم وهيخلص، ولغايه دلوقتي انشيلوتي مفيش اي كلام عن اي صفقات جديده. فريال مدريد هيواجه مشاكل كتيره جدا في الدوري وفي دوري الابطال لما تتراكم الماتشات كتير جدا كده. برشلونه وتشافي، خصوصا تشافي بيعرف يكسب الماتشات حتى لو ماتشات صعبه ورخمه، بيعرف يطلع من الماتشات باللي هو عايزه، بيعرف يطلع الماتشات بالثلاث نقط. فعلى ما اظن تشافي يعني مؤهل اكتر ان هو يكسب الدوري، وعلى ما اظن برشلونه هيبقوا هم اللي في المركز الاول وهيكسبوا الدوري الاسباني. اما نروح بقى على الدوري المنتظر وهو الدوري الانجليزي، وطبعا يعني ما فيش كلام عليه ان الدوري الانجليزي السنه دي هيبقى شبه غير معروف، لان لغايه دلوقتي مش معروف اي حاجه. وحاليا دلوقتي معرفش ليه شامم ريحه كده ان مانشستر سيتي وبيب جوارديولا هيقعوا السنه دي. احساس داخلي كده معرفش ليه، بس حاجه كده من جوايا من بعد اصابه كيفن دي بروينا، ومن بعد ما هالاند حصلت كام مناوشه ما بينه وما بين جوارديولا، ومن بعد ما هو بقاله يومين كده ما بيظهرش وما بيجيبش جوان ومش عارف ايه. شامم ريحه كده من بعيد ان بيب جوارديولا ومانشستر سيتي هيقعوا السنه دي ومش هيكسبوا الدوري الانجليزي. خلينا نقول نبدا هيتاهلوا المركز الاوروبي في المركز الخامس والسادس، اللي نقدر نقول ان هم هيبقوا في المركز الاوروبي، ودول من توقعي انا، وهو توتنهام وتشيلسي. توتنهام حاليا بيقدموا مشروع حلو جدا، بيقدموا كرة حلوه جدا، بس على ما اظن ان هم مش هيقدروا ينافسوا على المدى الطويل، وخصوصا ماتشات كتيره وماتشات متراكمه، وخصوصا ان هم كمان الشهر اللي جاي هم وتشيلسي هيلعبوا فرق تقيله جدا في الدوري الانجليزي، وخصوصا ان في فرق تقيله غير الستة الكبار بدأوا يظهروا زي برايتون وزي نيوكاسل وزي ويست هام. فحاليا الدوري الانجليزي بقى رخم جدا ان هو يتلعب فيه على مسافات طويله، فعلى ما اظن توتنهام وتشيلسي مش هيقدروا يواكبوا المده الطويله اللي هيلعبوا فيها، وكمان يعني كتره الماتشات وكده. على ما اظن توتنهام وتشيلسي هم اللي هيخلصوا في المركز السادس وفي المركز الخامس المؤدي للدوري الاوروبي حاليا دلوقتي. واقدر اجيبها لك من الاخر ان اللي هيكسب الدوري الانجليزي السنه دي هو ليفربول. ما تسالنيش ليه، ما تسالنيش ازاي، ما تسالنيش، انا ما اعرفش، هي فكره محنكه، ومش عشان انا بشجع ليفربول ولا بشجع صلاح، بس انا حاسس ان السنه دي مانشستر سيتي هيقع. ممكن بقى ليفربول اللي يكسب، ممكن ارسنال. انا شايف ان ليفربول وارسنال هم اقرب اتنين ان هم يكسبوا الدوري حاليا. مانشستر يونايتد عنده مشاكل كتيره، تشيلسي بعاد جدا جدا عن منافسه عن الدوري، توتنهام نفس الموضوع. حاليا يعني اكتر اتنين انا شايفهم هينافسوا على الدوري السنه دي هم ارسنال وليفربول، هم اللي هيرخموا على مانشستر سيتي وهيوقعوا مانشستر سيتي من فوق القمه. بس مين بقى اللي هيكسب، ليفربول ولا ارسنال؟ انا اتوقع ليفربول هم اللي هيبقوا في المركز الاول وهم اللي هيكسبوا الدوري الانجليزي. ومن بعديها على طول مانشستر سيتي في المركز الثاني، ارسنال في المركز الثالث، ومانشستر يونايتد في المركز الرابع. مانشستر يونايتد بيمر بمشاكل كتيره، لسه إيريك تين هاج ما قدرش ان هو يحل المشاكل الكتيره اللي موجوده في الفريق. لسه في التوليفه يعني، لسه مفيش خطه لعب، مفيش اساس لعب، مفيش حاجه مبنيه، فهندينا هنشوف. وبس كده، وبكده دي كانت حلقه النهارده. يعني كنا عايزين بس نتوقع توقعات محنكة كده ان احنا هنتكلم عن الدوريات الخمسة الكبرى. بس استنى، ايه فاكرنا خلصنا ولا ايه؟ لا لسه، ده لسه في الدوري السعودي يا جدع، لسه ما اتكلمناش عليه. كان زماني قفلت الحلقة، بس احنا لازم نتكلم عن الدوري السعودي. حاليا دلوقتي نقدر نقول ان في 4 فرق في الدوري السعودي هم اللي مسيطرين على الصفقات، وحاليا هم اللي هيبقوا مسيطرين على الدوري السعودي، وهم اللي هيكونوا توب فور يعني في الدوري السعودي: الهلال، الاهلي، النصر، والاتحاد. على ما اظن يعني ان المنافسه هتصفصف ما بين 3 هم اللي هيفضلوا يرخموا على بعض، اللي هو النصر والهلال والاتحاد. وغالبا غالبا احساسي الداخلي قوي 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 يعني ان الهلال هيبقى هو بطل الدوري السعودي. الهلال حاليا يعتبر هو يعني اول ما يدخل نيمار واول ما تدخل الكتيبه كلها في الفريق،
على ما اظن ان هم هيبقوا اعلى او اقوى فريق متوازن في الدوري السعودي من ناحيه الهجوم والدفاع وخط الوسط. الاتحاد برضو نقدر نقول عليه ان هو قوي جدا. النصر برضو في كلام كتير من بعد لابورتا ما راح، امريك لابورتا المدافع السنتر باك راح برضو النصر. وعلى ما اظن في كلام كتير جدا. الدوري ده هيبقى تقيل قوي والمنافسه دي هتبقى قويه جدا ولازم نتابعها. بس يعني توقعي ان الهلال هيخلص في المركز الاول، وراه النصر بالمركز الثاني، وراه الاتحاد بالمركز الثاني. وبس كده، وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده. لو انت لسه بتتفرج دلوقتي ومش مشترك، انزل دلوقتي اشترك علشان عايزين نوصل لاول 1000 مشترك في خلال الفتره الجايه في اسرع وقت ممكن. ما تنساش تشغل جرس التنبيهات عشان عايزين توصلك حلقاتنا الجديده اول باول. وكالعاده كان معاكم محمد ممدوح من برنامج مافيا كوره. سلام.